السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنتم بخير، أحوالكم لاباس. إخواني أخواتي، حبيت نتكلم في موضوع بظاهرة جزائر سطين. هذه الظاهرة صراحة إخواني أخواتي هي ظاهرة فيها تلاعب. هذه ظاهرة فيها تلاعب، وهي تعتبر أكبر كذبة وأكبر خدعة بها الشعب الجزائري. الشعب الجزائري على الإطلاق. إخواني أخواتي، هذه الظاهرة بدأت، وهذا الاسم بدأ بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. ويعني لاحظ هؤلاء فلسطينيين حماسة الشعب الجزائري وحب القضية الفلسطينية وفداء روحه وماله للقضية الفلسطينية. يعني أرادوا استغلال هذا الشعب الجزائري لصالحهم، ولهذا إخواني أخواتي داروا لنا مجموعات، داروا لنا صفحات، داروا لنا تاع جزائر سطين، وخرجوا لنا مصطلح جزائر سطين، وتلقوا فيها بعض الجزائريين المتحمسين للقضية الفلسطينية، وأصبحوا ينشروا منشورات. هذه المنشورات تعتبر دائما مجموعة يكون فيها فلسطيني هو الزعيم، هو الأصل، وهو المعبود، وهو الملك، وهو المقدس، والجزائريين يكونوا العبيد باسم جزائر سطين. صراحة أنا أعتبر مصطلح جزائر سطين هو مصطلح تاع عبيد لفلسطين، جزائريين عبيد لفلسطين، وعابدات وجاريات لفلسطين، لفلسطيني. يعني لما تدخل المجموعات تاع الصفحات تاع جزائر سطين والفلسطينيين، يعني تجد في منشوراتهم هو تقديس للذات الفلسطينية، وتقديس لرجل فلسطيني، وتقديس لفلسطيني كشخص، وجعله قضيته يعني كقضية فلسطينية. وفي حال إذا انتقدت هذا فلسطيني يجوا قاع ضدك، شغل يعتبروك أنت جيت ضد القضية الفلسطينية وضد القدس. وهذا يعني فكرة خاطئة، وهذه فكرة يعني استغلالية إخواني أخواتي للشعب الجزائري. ولأن كثير من الجزائريين يعني اللي عندهم اعتزاز بالذات وبجزائريتهم يعني رفضوا هذا الشيء، ورفضوا هذه المعاملة تاع الفلسطينيين مع الجزائريين باسم جزائر سطين. استعاملوهم كالعبيد وكجواري، وأصبحوا يستغلوهم عاطفيا، استغلال يعني عاطفيا ماديا. استغلوا حتى الفتيات، استغلوهم من ناحية المال، كانوا يبعثوا لهم الأموال وغير ذلك. نعطيكم أمثلة. من بين هؤلاء الجزائريين تاع فلسطينيين كان واحد يسموه مقدسي. هذا المقدسي كان في القدس، كان يدير مظاهرات، يرفد اعلام تاع الجزائر، يعني كي يولي يرمي الحجاره على الصهاينه، يرفد اعلام تاع الجزائر. وزيد على ذلك لما يعتقلوه رافد اعلام تاع الجزائر، لما يروح للقدس رافد اعلام تاع الجزائر، لدرجه انه ليثير حماسه ويثير عاطفه الجزائريين. ونجح في ذلك في الخطه تاعو، وصاب روحه عايش كالملك. علاقات مع النساء، علاقات مع أشباه الجزائريين المبهلين اللي دايتهم قضايا وماش عارفين يعني الهدف الحقيقي وراء هؤلاء الفلسطينيين. كان علاقتهم كلهم مع النساء، مع الفتيات، كانوا يبعثوا لهم الأموال يعني بالملايين وغير ذلك دعم للقضية الفلسطينية. يعيشون كالملوك. كان كي يفتح لايف كان يعني يتبعوه بالآلاف، عشرات الآلاف. لما صابوا روحهم مشهورين بهذه الدرجة، يعني صابوا فيها خبزة كبيرة يعني، واستغلال كبير للجزائريين. ولهذا إخواني أخواتي، هذا مع مرور الوقت احنا كنا نفضحوا فيه ونبينوا حقيقة هؤلاء لأنهم استغلاليين ولا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية أصلا. ولكن لا حيث لما تنادي شكون يسمعك وشكون والو. يعني احنا توعنا عقول، عندهم عقول كالقطيع، يعني يقدسوا الأجنبي، ولما يكون هناك تقديس لأجنبي تكون عقولهم معطلة كالقطيع، لا يفكر ولا يسأل لا أي شيء. أصبحوا قطيع للأجانب. لهذا لما كنا نوعهم كانوا ما يسمعوناش، إلى أن جاء اليوم اللي في فضحته وحده، نشرت صوره العارية يعني وانتهى منذ ذاك الوقت. جاء وراءه واحد سموه منير جعبري. هذا استعمل نفس الأسلوب تاع مقدسي، الإعلامات تاع الجزائر في القدس، وحاط روحه زعيم يعني نرجسي بدرجة لا تتصور. زعيم، حاط روحه زعيم لدرجة كبيرة، يعني حاسب روحه هو أكثر من القدس. تنتقده تهضر معاه يقول لك انتقدت القدس وانتقدت فلسطين وانتقدت القضية الفلسطينية. وكانوا يتبعوه متابعين من الجزائر السطيني والجزائر السطينيات بزاف.
كان عنده علاقات مع النساء لدرجة أنه لا يخير هذه لا هذه، يخير بين يعني الجاريات. صراحة أصبحوا كالجاريات، يعني لما يعطل العقل يولوا عقليتهم كالقطيع، يتحكموا فيهم كالقطيع. لا دي هذه لا هذه مش مليحة، هذه مش شابة، هذه شعرها كحل، هذه كذا. صراحة هذه إهانة لكل ما هو جزائري عنده اعتزاز بالذات وبشخصية تاعو كجزائري. يعني صراحة أنا أناصر قضية فلسطينية عادلة، أناصرها، وقضية القدس أناصرها، لكن مشي تذلني باسم قضية فلسطينية. ما تذلنيش باسم قضية فلسطينية أو تعتبر نفسك أفضل مني أو أقدسك. يعني غالب منشوراتهم فلسطيني دائما مقدس، فلسطيني هو عنده الأولوية في كل شيء، عنده حق عليك لأنه يرابط في الأرض وأنت يدافع لك على القدس. يعني صراحة يجعل من نفسه أنه يخليك أنت تقدسه أكثر من نفسك يعني. وهذا الشيء اللي خلى كثير من الجزائريين يعني يخرجوا عن هذا النطاق وضد هؤلاء الفلسطينيين اللي ادعوا بأنهم يمثلون قضية فلسطينية. كلهم استغلاليين، وهذو هم اللي راهم يشوفوا قضية فلسطينية، وهذو مع مرور الوقت سيجعل الشعب الجزائري يكره هذه القضية ولا ينصر يعني الفلسطينيين صراحة. زيادة على ذلك إخواني أخواتي أضيف شيء آخر. يعني صراحة كانوا يخرجوا بروباغندا، هؤلاء الجزائريين يخرجوا واحد البروباغندا مسخرة، صراحة مسخرة. يعني واحد كيف أخم بعقله ويسأل هذه الأسئلة يجدها بأنها مسخرة واستهزاء بعقول الجزائريين. يقولوا لو كان الجزائر قدام فلسطين تتحرر القدس. يعني كيف تحرر القدس؟ يعني كيف تحرر القدس من الصهاينة؟ يعني الصهاينة اللي راه بيدهم كل شيء، بيدهم العالم كله، بيدهم المال، بيدهم السياسة، بيدهم الدول، بيدهم. يعني كيف تحرر الجزائر؟ كيف تحرر الجزائر؟ يعني احنا ما حررناش نفوسنا، من الشهوات، ما حررناش نفوسنا من الاستعمار يعني تاع الدول، استعمار تاع الدول الأخرى اقتصاديا سياسيا وغير ذلك. كيف تتحرر القدس يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي يعني أعطانا الحل، يعني أعطانا في الأحاديث النبوية من يحرر القدس، أوصاف من يحرر القدس. قال لهم بأن هذه قضية يحررها المسلمون. واش حاب يقول النبي؟ حاب يقول بأن هذه قضية تاع القدس قضية عقائدية تاع المسلمين، واللي يحررها هم المسلمون. وشكون المسلمون؟ اللي يرجعوا لكتاب الله وسنة رسوله ونهج الصحابة. يعني قضية عقائدية، يعني اللي يحرر القدس يجب يرجع للدين تاعو، ما كان لا مسيحي ولا قومية ولا قضية فلسطينية ولا أنا فلسطيني، ما كان لا جزائر فلسطيني. يعني ما لها إخواني أخواتي كلها مسخرة، كلها استهزاء وضحك على عقول الجزائريين. لهذا إذا أردت تحرروا القدس ارجعوا إلى الدين تاعكم، ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وارجعوا إلى نهج الصحابة. هذا لمن يريد أن يحرر القدس. والصهاينة عارفين هذه الحقيقة، لهذا هم دائما يغرقوا في الشعوب الإسلامية، يغرقوا فيهم بالشهوات ويبعدهم عن دينهم بحجة الرجعية باش ما يرجعوش للأصل. إذا رجعوا للأصل ستحرر القدس. لهذا خرجوا علينا مصطلح جزائر فلسطين باش يخلوا الشعب ملهي ويمشي كالقطيع ويستغلوهم بعض الفلسطينيين باسم قضية فلسطينية، وهي كلها متاجرة باسم قضية فلسطينية. وصراحة أنا ضد هذه الجزائر فلسطين وضد متاجرة بقضية فلسطينية. والقدس في قلوبنا، وإن شاء الله تحرر القدس إن شاء الله، لكن تخلوش الناس يستغلوكم عاطفيا ماديا، خصوصا الجزائر فلسطينيات هذو لم أرى أغبى منهم. يعني يستغلون في كثير من الأشياء. يعني لو تساءلت بشوية يعني صراحة هؤلاء الجزائر فلسطين عندهم أساليب وخطط وحيل باش يستغلوا عواطف الجزائر فلسطينيين هذو. يروح لك يدير صبر الآراء ويسقسيهم يعني نحرق علام تاع الجزائر واش يدير رد الفعل تاعو. زعما هما دايرين تمثيليه، يعني يديروه زعما راح يضربوا لانه راح يحرق الاعلام تاعو. واحد يديروه اعلام تاع الجزائر مثلا راح يضربوا مثلا اذا حرق اعلام تاع الجزائر. يعني كلها تمثيليات
باش يضحكوا على العقول الجزائر السطين. ويا للأسف يعني لو يشغلوا عقولهم يعني يبحثوا في منشورات هؤلاء الفلسطينيين، يجد أن في منشوراتهم يعني هذا في التمثيليات، يعني راك تشوف التمثيليات زعما يدابزوا على الرجال فلسطين. يعني لو درنا بحث نلقاو أن هذا الأسلوب يستعملوه يعني تاع العلامات، يرفدوا علامات تاع الدول العربية، يستعملوه مع كل دول عربية. يعني في القدس يرفدوا إعلام في القدس، يحرقوا إعلام تاع دولة، واش رايك لو حرقت إعلام تاع دولة؟ يعني كلها أساليب للضحك، يعني للضحك على عقول الجزائريين، ولجعل الجزائريين هم يعني كي يزيد عدد الجزائر السطينيين، القطيع الجزائر السطيني باش يضحكوا عليهم. لهذا نطلب من الجزائر السطيني يعني فيقوا لعقولكم شوية، استعملوا عقولكم، تخلوش الناس تضحك عليكم. والله راهم يستغلوا في قضية فلسطينية لاستغلالكم، يعني باش يخليك قضية اللي يخليك هذاك الشخص يحب يخليك تقدسه أكثر من نفسك، ويجعل من نفسه هو قضية فلسطينية وتقدسه أكثر من نفسك. وإذا انتقدته يقول لك أنت ضد فلسطين ولا أنت مع الصهاينة. إخواني أخواتي، هذا استغلاليين، احذروهم. نحن مع تحرير القدس ومع تحرير فلسطين، وهي قضية عقائدية، هي قضية عقائدية، يعني القدس في قلوبنا، لكن ليس بهذه الطريقة تاع الجزائر السطين. الجزائر السطين مستحيل يحرر لك القدس، هذا يضحك على العقول. وفي القدس كاين المرابطين اللي راهم يرابطوا في القدس، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليهم، لكن ليس الجزائر السطين صراحة. كل وقت هو في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في وقت المظاهرات ووقت المظاهرات والمشادات والأزمات تلقاهم في مواقع التواصل الاجتماعي. زيد على ذلك هؤلاء الفلسطينيين إخواني أخواتي في الجزائر صراحة تذمر منهم كثير من الجزائريين بسبب تعاملهم مع الجزائريين، وبسبب المعاملة الزائدة في الجزائر لهم في الجامعات وفي غير ذلك. يعني عندهم أولوية في كل شيء، لدرجة أن هذا فلسطيني أصبح يعتبر نفسه هو صاحب البلاد تاع الجزائر، وعنده حق عليك. يعني ما عنده حق عليك، أفضل أولوية عنده حق عليك أنت كجزائري أولا وقبل كل شيء، أكثر من الجزائري. لهذا أصبحوا يعني لا يهمهم لا قضية فلسطين لا أي شيء، مهمهم هو يعني كسب المكاسب وامتيازات اقتصادية وغير ذلك، ويعني والتلاعب على العواطف وغير ذلك باسم قضية فلسطين. هذا كثير من الجزائريين خلاص تذمروا منهم وعرفوا حقيقتهم بأن هؤلاء لا يمثلون، يعني حتى كاين منهم لا يهتم بالقدس أصلا، يعني كل همه هو كسب الامتيازات وربح الامتيازات التي تعطى لفلسطيني، يعني التي أعطيت لفلسطيني يعني باسم قضية فلسطينية. ولكن أخطر من هذا إخواني أخواتي، هناك تيار خرج يعني ضد فلسطينيين لدرجة أنهم أصبحوا يقدسوا الصهاينة، وقالوا الصهاينة نديروا معهم تطبيع خير من هؤلاء الفلسطينيين، وهؤلاء ثاني مخاطرهم كبيرة ومن بعد نهضر عليهم. يعني لهذا إنسان لازم يحكم الوسط، يعني لا نريد المعاملة الزائدة للفلسطينيين ونستعاملهم مثل أي شعب، وحتى يعني في المعاملة معهم في بلادنا نتعاملوا معهم كمواطنين، ما عنده حتى أولوية عليا، ما حرر بلادي ما عنده حتى حق عليا. أما مرابطة تاعو في فلسطين فهذا يعني هذا شيء لا يقوم فيه لوجه ربي، ماشي باش نعطيله يعني من حقوقي ولا نعطيله امتيازات من حقوقي أنا. صراحة إخواني أخواتي، لازم الناس تفيق وحذر من التلاعب بعباد تاع الجزائر السطينيين، خصوصا الفتيات اللي راهم أصبحوا ضحاياهم كثير، يعني ضحاياهم كثير. هناك بعض الفلسطينيين يعني أصبحوا يهددون فتيات بصورهم، وكاين اللي بعض الفلسطينيين كاين يتلاعبوا بالفتيات. هناك حتى فلسطينيين يحكوا لنا، يعني فلسطينيين ما رضاوش بهذا المنكر، يعني ما رضاوش بهذا الشيء، قالوا كيف يعني يتعاملوا مع البنات بهذه الدرجة. ولكن صراحة البنات كاين هناك بنات تافهات ما عندهمش عقول، كاين بنات سايبات يعني كذلك، يعني هما اللي يفتحوا المجال لهؤلاء الفلسطينيين يلعبوا بهم ويتمسخروا بهم. المهم نرجو التوعية ونرجو الناس تكون واعية. هذا ما عندي إخواني، والسلام عليكم.